نقطة أخيرة أحاول أن أختم بها هذا الحديث: التعامل مع قسد أو مع الكرد. شوفوا، النظام السوري عندما شعر بالمأزق الوجودي في بدايات 2011 حاول تحييد الكرد وانفتح عليهم. الأكراد جزء من النسيج الوطني، وأعاد الجنسية للآلاف من المجردين منها. الدولة جردتهم من الجنسية، عاد لهم الجنسية، وبقية القصة معروفة. هل كان نظام بشار الأسد صادقا وصميميا في تعامله مع الكرد؟ لا، كان كذابا كبيرا. الجولاني لما وصل إلى دمشق، والزميل والصديق العزيز عمر شيخ إبراهيم حاول أن ينتزع منه تصريحا، يعني وحسنا فعل، أنه الأكراد أخوتنا وما راح ينظلموا ما بعرف شو، وموضوع عفرين سيصار إلى تطبيع الأوضاع في عفرين، والنازحين اللي جايين من الغوطة والمناطق الأخرى راح نطالعهم ويرجع أهل عفرين لديارهم. وعود ما زالت، يعني الفيديو ما زال موجود. وطلع الجولاني دجال وكذاب كبير مثله مثل بشار الأسد، وعلى أخره وعلى أسوأ وعلى أضرب فيما يتعلق بهالموضوع. فاثنين، يعني كلما شعروا بضيق بيحاولوا يستنجدوا بالورقة الكردية أو يتعاملوا بلين، بالترغيب والترهيب، الضغوط من تركيا، مذكرة تفاهم عسكري، شوية مناوشات، يدفشوا أبو حمشة، ينفشوا ويدفشوا ويشوفوا ما أجحشوا لأبو عمشة. وبعدين يطلع الجولاني يقول والله مش منضبطة، فصائل غير منضبطة، ارتكبت كذا وكذا، والخروقات هي يعني عملية استفزاز واسترضاء لقسد. في الأيام القادمة يعني سنشهدها. الهدف منها تخفيف العبء على الجولاني. شوفوا، ومن الآخر، والكلام لا قسد ولا جمهور قسد، شرعية قسد سابقة على شرعية الجولاني المطعون فيها. قسد جزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب اللي كان الجولاني جزء منه، جزء من الإرهاب الدولي. التحالف الدولي اللي قسد جزء منه كان ضد الإرهاب الدولي اللي الجولاني جزء منه. فشرعية قسد سابقة بسنوات على شرعية الجولاني وعلى شرعية نظام الأسد وكل هالحكي. في خروقات نعم، في انتهاكات نعم، لكن ككتلة عسكرية، وتقرير البنتاغون الأخير بيقول ككتلة عسكرية وكأداء سياسي وكل هالقصص هي، شرعية قسد عربيا ودوليا سابقة على شرعية الجولاني. يعني الجولاني إذا بده يحصل على شوية شرعية من العالم، يعني يبدي شوية مرونة مع قسد، مشان تعرفوا أهمية قسد وضرورة قسد القصوى للجولاني فيما يتعلق بالحصول على الشرعية، وبمسألة يعني الحصول على الكتلة العسكرية والسلاح والعتاد والأموال وكل تفاصيل هي كلها. يعني بدون بترول وغاز منطقة الجزيرة وماهر الشرع وأبو مريم الأسترالي والجولاني مزبط خلية مافيوية خفية وراء الستار، بدون ما يعني هي الكتلة المالية والثروات الاقتصادية تصير بإيد الجولاني، والمجموع الأموال المنهوبة طبقا لتقرير رويترز
تجاوز المليار. صار له صار له 8 شهور نهب مليار. هذا يعني طبقًا للأرقام المنشورة في تقرير رويترز. بعد 8 شهور تانية شو بده ينهب وبدون بترول. فلأنه الضغوط تزداد، ولأنه الشرعية في تناقص، والأمريكيين بدأوا يراجعون شوي شوي، خلاص حصلوا على الأموال التي حصلوا عليها، بدهم يبلشوا يطقوا براغي للشرع. شرع شو بده يساوي بتوصيات المرجعية تبعيته هي المرجعية التركية، مذكرات تفاهم ومن القصص هي كلياتها. مرجعية النظام السوري كان الروس والإيرانيين، قالوا له انفتح على الأكراد، كن مرن مع الأكراد، كذا كذا، حيدهم شوي. الآن أيضا ممكن أن يتنازل الشرع الجولاني لقسد، فقط لكي يحصل على شرعية قسد، لأنه البيان الرئاسي لمجلس الأمن وتقرير البنتاغون وتقرير، ما ننسى تقرير الأمم فيما يتعلق بأحداث الساحل، هذا كمان مهم، صفعة أخرى يعني على قفا الجولاني ونظام الجولاني. وستتوالى التقارير والصفعات على نظام الجولاني، وسيحاول الجولاني، ما عنده أي شيء يعني لكي يخدع العالم. سيكون هنالك محاولة مرونة وليونة واسترضاء لقسد. فهذا الموضوع ينبغي أن يكون واضحا وجليا لقسد. من يمنح الجولاني بشكل مجاني الشرعية التي يبحث عنها مستميتا. رجاء، مظلوم عبدي وإلهام أحمد، الجولاني في أسوأ مراحله منذ سقوط نظام بشار الأسد، لا تكون طوق نجاة بشكل مجاني. اطلبوا من الجولاني المزيد والمزيد من الدولة الوطنية، من النظام اللامركزي، بما يحفظ حقوق الدروز وحقوق العلويين وحقوق السريان وحقوق التركمان قبل حقوق الكرد. هاي أنا أقولها لكم. دولة وطنية محترمة، نظام وطني محترم، أهلا وسهلا. مقاتلين أجانب سوريا، سوريا حرة حرة، الإيغور يطلع برا، الإرهابيين يطلعوا برا، هذا نعم أنا معاكم. وهي مرحلة مصيرية وتأسيسية، وتتطلب العناد الوطني والإصرار الوطني والقرار الوطني والإرادة الوطنية. مش بس يعني الموضوع مش موضوع منطقة شرق الفرات أو الكرد، لا، الموضوع استراتيجي ووطني ومستقبل بلد. أتمنى أن يكون كلامي واضحا بالنسبة لقسد في الأيام القادمة، وحتى يعني التحسب والتحوط لأي جنون تركي وجولاني، هذا كمان وارد. يعني التحوط لأي ردات فعل يعني أو هجمات مفاجئة ومحاولة فرض أمر واقع، هذا ممكن. فرض أمر واقع على الأمريكيين، على الإسرائيليين، على السوريين، على القسديين، ويعني الإطاحة وقلب الطاولة، هذا وارد. هيك جنون وارد، خاصة من الأتراك وأبو بلال. فينبغي أن يكون الأمر محتاط له في كل الأمكنة، في أوروبا قبل شرق الفرات، وفي شرق الفرات، وفي عموم سوريا. يعني إذا تطاول وبيحكوا بيقولوا يعني الموضوع العسكري
خارج الحسابات وكذا والحوار. وإذا صار موضوع عسكري ينبغي أن يكون رد قسد مزلزل أضعاف رد قسد على داعش، لكي يعني وسيعلم يعني الجولاني ومن معه إذا لعب بديله أو حاول أن ينقلب أو يستهدف شرق الفرات كما استهدف الساحل ومدينة السويداء، ينبغي أن يعلم يعني أي منقلب سينقلبون، وهذا متروك للقسد. ويعني أعتقد حتى الآن أداء قسد فيما يتعلق بالتصريحات إيجابي ومقبول إلى حد ما. أتمنى أن يستمروا على هذا ال ال المنحى. ويلا هذا الحديث بدون تعليقات كردية، يعني من الكرمانجيز في جاريس كرمانجيز أشتانا بجم. سأكتفي بما قلته باللغة العربية حتى موضوع آخر. دمتم بألف خير.